والله ما ركزت هذه المرة على المواضيع هذه إلا لما سألت وعرفت أنه ليش بعض الأسر والعوائل والبيوت ناجحة. ولما تفحصت وتأكدت من هنا وهناك، تأكدت أنه الأساس المرأة صالحة. المرأة صالحة. صحيح أن الرجل طيب والأولاد طيبين من بيتهم طيب، لكن لأن الأم والزوجة صالحة صارت هذه الإيجابية في الأسرة. فاليوم البنت لما تكون مقبلة على الزواج وتحط في نيتها أن هي تريد تخلي بيتها جنة، تخلي بيتها جنة، تروح تسمع من بعض الحريم للأسف الأمعات واللي الفاشلات، واللي يقول لها لا انتبهي ترى لا تكوني مستسلمة وتكوني ضعيفة وما عندك شخصية، والرجال عينه طويلة والرجال ما يملأ عينه إلا التراب، ولا تعطيه فرصة وما عرف ايش. فتترك كلام النساء الفاشلات وتروح تاخذ كذا درس من البيوت الإيجابيات. تروح عند النساء الإيجابيات تقول لهم كيف تسووا، تعرف من خلالها أنه المرأة هي الكل في الكل في البيت، هي اللي تخلي زوجها إذا كانت ظروفه صعبة تطبطب عليه ويعني تحمسه، هي اللي زوجها يراضيهم بشيء بسيط حسب إمكانياته، تبين له أن هم في قمة السعادة وأنه هذا الشيء القليل بالنسبة لهم شيء كبير. خلاص عندها قناعة أن هذا هو مشروع حياتها، ونجحت في مشروع حياتها واستمعت للمرأة الكبيرة اللي تقول لها كوني له أرضا يكن لك سماء.